بالنسبة لتأشيرة الصين وكل ما يخص تأشيرة الصين السياحية، في الفيديو ده انا هعرفك ازاي تقدم على تأشيرة الصين بنفسك، طريقة التقديم، ازاي تقدم على التأشيرة، المدة بتاعة التأشيرة بتكون سارية قد ايه، ازاي اخدها متعددة. نخش على طول على طريقة التقديم. طريقة التقديم بالنسبة لتأشيرة الصين، الاول انت كنت بتاخد الحجوزات واوراقك وبتروح المكتب اللي تابع للسفارة وبتسلم الاوراق، وبعد كده بتنتظر الرد وبتروح تستلم الجواز. دلوقتي هم سهلوا العملية، زي مثلا تأشيرة البرازيل بتقدم على اونلاين، يبقى تأشيرة الصين بتخش على الموقع بتاع السفارة الصينية وبتقدم اوراقك كلها وبترفع اوراقك كلها. طيب ايه الاوراق اللي انت المفروض ترفعها على الموقع بتاع سفاره الصين؟ كشف حساب بنكي اخر 3 شهور وما يقلش عن 100,000 جنيه، واثبات المصدر الدخل بتاعك، شويه بيانات خاصه بحضرتك بتملاها على الموقع بتاع السفاره، وبعد كده بتنتظر الرد. يبقى التقديم من خلال موقع السفاره، بترفع الاوراق كلها وبتستنى الرد. الرد بيكون في خلال 10 ايام 15 يوم بالكتير بيجي لك الرد. لو جالك الرد بالرفض، ممكن يقول لك في حاجه معينه انا رفضتك بسبب في حاجه معينه انا شاكك فيها، فانت ممكن ترد عليه بايميل او ترسل ليه اوراق تانية، فيجي لك الرد بالقبول عادي مفيش مشكله. طب لما بيجي لي الرد بالقبول، هل الورقه دي انا بسافر بيها؟ لا طبعا. الورقه دي انت بتاخدها وبتروح المكتب اللي ليه علاقه بسفاره الصين. طبعا في الورقه بيبقى مكتوب فيها العنوان، فانت بتطبع الورقه دي وبتاخد جواز حضرتك وبتروح المكتب اللي تابع لسفاره الصين وبتقدم الجواز، الورقه اللي جات لك عن طريق الايميل، وبتدفع رسوم حوالي 1050 او 1100 في الرينج ده. وطبعا بتستلم الجواز في التاشيره، بس مش في نفس اليوم، بتسيب الجواز وبعد فتره معينه بتروح تاخده. طبعا تاشيره الصين مش لازم يكون معاك تاشيرات على جوازك عشان تاخد تاشيره الصين. في الاول انت بتاخد التاشيره دي ستيكر على الجواز، تكون ساريه 3 شهور وليك دخله واحده بس. لو انت نفذت التأشيرة وجيت تقدم عليها تاني بتاخدها 6 شهور. طيب لو انت سافرت ورجعت تاني وبعد 6 شهور حبيت تقدم على سفارة الصين، بتاخدها بسنة ومتعددة الدخول، فانت بتخش براحتك وبتطلع براحتك وبتكون سارية معاك سنة. طبعا تأشيرة الصين مش معقدة ولا صعبة زي باقي التأشيرات، لا الموضوع سهل جدا بالنسبة لتأشيرة الصين. هي تأشيرة كويسة جدا بالنسبة للناس اللي هي بتحب البيزنس وبتروح تشوف مثلا حاجة لها علاقة بشغلها. طيب بالنسبة لتأشيرة الصين، هتقوي موقفك لأوروبا؟ لا مش هتقوي موقفك لأوروبا، حتى لو خدتها ونفذت خطة الرحلة ورجعت مش هتقوي موقفك. اللي هيقوي موقفك حسابك البنكي، حسابك البنكي واثبات شغلك، الحاجات دي هي اللي بتقوي موقفك لدول الاتحاد الاوروبي. انا بشرح لك طريقه التقديم للسفاره، ممكن تكون انت حابب تقدم على سفاره الصين عشان تجيب بضاعه من الصين، مش بقول لك تعالى قدم عليها علشان تقدم بعد كده على اوروبا، لا خالص. اوروبا انت ممكن تقدم عليها من غير تاشيرات خالص، بس لازم تكون حسابك البنكي منظم وكويس، وقدم عادي لو على جواز ابيض. يعني في ناس كتير راحت الصين ورجعت وقدمت على اوروبا خدت رفض، يعني مش مقياس. بس انت لو بتحسبها بقى انك بتاخد تاشيرات، بتجمع تاشيرات على جوازك، زائد حساب بنكي منظم، زائد انك عندك مصدر دخل، وتيجي تقدم على امريكا او اوروبا، هنا انا اقول لك ماشي، هيبان شكلك انك بتحب السياحه وهيبان شكلك انك مقتدر ماليا، فانت ممكن تاخد التاشيره 80%. لكن تاشيره لوحدها بدون حساب بنكي منظم وبدون اوراق قويه، لا مش هتديك تاشيره من دول الاتحاد الاوروبي. انا دوري بشرح لك طريقه التقديم بالنسبه للصين، علشان انت لو مش محتاجها في غيرك محتاجها للشغل بتاعه. ولو انت شايف ان الابليكيشن معقد شويه ومحتاج بيانات كتير ومش عارف تتعامل، ممكن احنا اونلاين نساعدك على طريقه التقديم. لو انت معاك ورقك بنرفعه، دورنا بنساعدك على ملء الابليكيشن ونقدم لك ونعمل لك الحجوزات، ولا اكتر ولا اقل، ولا بنضمن لحد تاشيرات. فانا بديك كل المعلومات برضو علشان ما تقولش محمد هو عايز الناس تقدم معاه وخلاص، لا انا بعرفك طريقه التقديم وبعرفك الواقع اللي بيحصل عشان تبقى الامور كلها واضحه. سواء قدمت مع حد تبقى عارف هو بيعمل لك ايه، او قدمت مثلا معايا يبقى عارف محمد هيعمل لك ايه. معاك متطلباتك ارفع لك اوراق، العمليه سهله وبسيطه، ولا انا بجيب لك تاشيره كاتب هتجيب لك تاشيره. لما تيجي تقدم على اي سفاره اعرف ايه متطلباتها معاك، اعرف طريقه التقديم عشان تبقى فاهم المكاتب هي بتعمل لك ايه. طيب متطلبات السفاره دي مش معاك، ما تخليش حد يضحك عليك يقول لك هجيب لك التاشيره ويلعب عليك بالارقام ويضحك عليك، لا اعرف ايه المتطلبات واعرف السفاره دي محتاجه ايه وجهز متطلباتك. يعني معظم السفارات بتحتاج كشف حساب بنكي اخر 3 شهور او اخر 6 شهور، ظبطها واثبات المصدر الدخل بتاعك، يعني انت فلوسك بتيجي منين. تمام؟ لو انت استفدت من الفيديو يبقى سيب لنا رايك في كومنت تحت، او اعمل لنا لايك، او اعمل شير علشان نوصل لاكتر عدد من الناس. وبالتوفيق لكم جميعا، سلام عليكم.